أهلا بيكم في سلسلة جديدة من إيمارستان. هنتكلم فيها عن حالة خطيرة جدا ممكن تقابلنا في الطوارئ أو العناية المركزة، وهي الشوك. يعني إيه شوك؟ وليه تعتبر من الحالات الحرجة اللي لازم نتصرف فيها بسرعة؟ أول حاجة لازم نعرفها إن كلمة شوك مش معناها بس الصدمة النفسية اللي بتحصل لما نسمع خبر وحش. لا، في الطب شوك معناها إن الجسم مش قادر يوصل دم كفاية للأنسجة، وده بيخلي الخلايا ما يوصلهاش اكسجين ولا نيوترينتس بشكل كافي، وده خطر جدا. ببساطة نقدر نقول ان الشوك هي inadequate tissue perfusion، يعني التروية الدموية مش كافية، وده بيؤدي لسيلولار هايبوكسيا، يعني الخلايا حرفيا بتتخنق. طب ايه اللي ممكن يسبب شوك؟ في 4 انواع رئيسية للشوك. اول نوع هو الهايبوفوليميك شوك، وده بيحصل لما الجسم يفقد كمية كبيرة جدا من الدم او السوائل، زي مثلا في حالات النزيف الحاد او الجفاف الشديد. تاني نوع من انواع الشوك وهو الكارديوجينيك شوك، وده سببه فشل في عضلة القلب. ببساطة القلب مش قادر يضخ الدم بشكل كافي. تالت نوع من انواع الشوك وهو الاوبستراكتيف شوك، وده من اسمه في حاجة بتسد الطريق قدام الدم، زي مثلا في حالات الماسيف بالمونري امبوليزم او التنشن نيموثوركس. رابع نوع وهو الديستريبيوتيف شوك، وده هنا في مشكلة في توزيع الدم، زي مثلا في حالات السبتيك شوك او الانافلاكتيك شوك. كل نوع منهم ليه ميكانيزم مختلف، بس كلهم بيؤدوا لنفس النتيجة. البور برفيوجن بيسبب organ dysfunction، بيزود المورتاليتي ريت، فممكن لا قدر الله حدوث الوفاة لو ما تلحقش العيان بسرعة. النقطة المهمة هنا ان جسمك بيحاول يعوض نقص البرفيوجن، فبيبتدي يفعل السمباثيك نيرفس سيستم علشان يزود الهارت ريت ويرفع البلاد بريشر، لكن ده ليه حدود. ولو معرفناش نوقف السبب الاساسي وسيبنا الجسم وحده بس هو اللي يتصرف، فالجسم هيجيله لحظة وينهار. الخلاصة، الشوك حالة طبية طارئة لازم نكتشف سببها بسرعة، والعلاج بيكون حسب النوع. وعلشان كده في السلسلة دي هنتناول كل نوع من انواع الشوك بالتفصيل، وهنعرف ازاي نتعامل مع كل نوع، how to manage and how to provide the care for a shocked patient. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقة لزمايلك علشان نحقق اقصى استفادة ممكنة من نشر العلم. ولو عندك حالة معينة حابب نتكلم عنها او نشرحها، اكتب لي في الكومنتات. انا اسلام عاشور، ودي كانت حلقة من البيمارستان. سلام.